السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. الوصفه النهارده بتاعتنا جامده جدا، وصفه كده لذيذه وهنعملها بطريقه حلوه قوي بدون بيض بقى ولا اي حاجه، كده حاجتنا سهله جدا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الفيديو بتاعنا على طول نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه كده معايا كوبايتين من الدقيق، ومعايا زي ما احنا شايفين كده بولتين. كل بولة هنحط فيها نفس اللي احنا هنحطه في التانية، يعني هنا كوباية دقيق وهنا كوباية دقيق. ضفت كمان 3 معالق من النشا كبار في كل بولة. معايا نص معلقة من الكمون ونص معلقة من الشطة الحمراء. لو عايزة بقى تضيفي البابريكا مكان الشطة الحمراء براحتك خالص، بس انا عايزة الوصفة بتاعتي تكون مشطشطة شوية. ربع معلقة من الفلفل الاسمر، وكمان هنظبط الملح بتاعنا، وزي ما اتفقنا زي ما ضفت في البولة دي هضيف في نفس البولة التانية. هنا كمان معايا نص معلقة من الكمون ونص معلقة من السبع بهارات، بتدي طعم حلو جدا للاكله بتاعتنا النهارده. تمام. هنخلط بقى البوله دي كده، هنخلطهم كويس قوي مع بعض، ودي كده دورها انتهى معايا. دلوقتي ندخل بقى على البوله التانية اللي فيها نفس المكونات. هبتدي اجيب كده كوبايه فيها ميه، نبتدي ننزل بالميه بتاعتنا شويه بشويه ونشوف كوبايه الدقيق بتاعتنا هتاخد معانا قد ايه ميه. طبعا بتفضلي كده تنزلي شويه بشويه لحد ما تلاقي القوام بتاعها عامل معاكي كده، يعني اخف من قوام الكيكه شويه، مش عايزينها تقيله قوي. وهنشوف مع بعض القوام عامل ايه. هو ده بقى القوام اللي انا عايزاه، متوسط كده. وبعد كده بقى هنبتدي نضيف عليها 3 فصوص من الثوم مفرومين. هضيف كمان كده معلقه صغيره من البيكنج باودر او نص معلقه صغيره. وهنا بقى ميكس من الكزبره والبقدونس والشبت، اي نوع خضره بتحبيه هتضيفيه على الخلطه دي. هنقلبهم كويس، وكده معايا احلى خلطه للكرنبيط، تحفه جدا. تمام بقى، حطوا لها لايك. يلا بينا بقى نركنهم على جنب وندخل على الكرنبيتايه بتاعتنا الجميله دي. هي كده صغنونه وحلوه، وعايزه اقول لكم علشان تجيبي كرنبيتايه حلوه وتكون كده لذيذه معاكي، ما تجيبيش اللي هي فيها فراغات، هاتيها اللي هي ماسكه نفسها دي ومكبوسه، مش اللي هي مفرغه، بتكون مش حلوه خالص. بعد كده بقى هنبتدي نقطعها، وطبعا كلكم شاطرين وبتعرفوا تقطعوها، بس حبيت برضو اشارك معاكم المقطع ده. عايزه بقى تقطعي الزهره بتاعه الكرنبيط كده، يعني كبيره براحتك، عايزه صغيره براحتك، الحجم اللي انت عايزاه. طبعا في ناس بتحبها صغيره وفي ناس بتحبها كبيره، بس عايزه اقولك على حاجه، يعني اثناء السلق خليها كبيره، وبعد كده هتبتدي تقطعيها علشان ما تتهريش منك. تمام كده. هنا بقى هبتدي افصل كله زي ما انتم شايفين. انا عن نفسي بحبها صغيره، يعني وقت التحمير بعملها صغيره، ما بتكونش كبيره خالص. خلصنا كده التقطيع بتاعنا، هنبتدي بقى ناخدها نغسلها غسله كويسه جدا بميه كده وشويه خل. وبعد كده هكون مجهزه حله على النار، احط في الحله دي شويه اضافات كده هتدي طعم حلو للكرنبيط، ومش هتخلي ريحته جامده معانا، يعني مش هتخشي كده المكان تلاقي فيه ريحه جامده من الكرنبيط. طبعا كلنا عارفين اللي ريحته بتكون جامده شويه زي الكرنب بالظبط. معايا هنا الحله فيها شويه ميه، نص معلقه من الكمون، والاضافه اللي بتخلي ريحته حلوه جدا ورقتين كده من النعناع الفريش الاخضر، بتكون حلوه قوي. تمام. هسيب بقى الكرنبيط كده ومش هنغطيه علشان ما يغمقش مننا، ومش كمان هسويه تسويه كامله، انا عايزاه كده في قطمه شويه علشان ما يتهريش. وبعد كده هبتدي بقى اشيله على ميه ساقعه على طول، علشان نبطئ عمليه التسويه فيه او نوقفها خالص. على ميه ساقعه هنديله غسله كمان كده بسيطه، وبعد كده هنشتغل فيه على طول. زي ما قلت لكم النعناع الفريش بيخلي ريحته حلوه جدا، بيمنع الريحه النفاذه بتاعته القويه. هشيل بقى كده الكميه اللي عندي. وهنا بقى الكرنبيط زي ما انتم شايفين ما شاء الله حلو جدا، لونه فاتح وجميل. هنبتدي ننزل بقى في الخلطه اللي احنا عملناها. وهنا بقى لو انت مثلا عملتيه بدري وعايزه يعني تحطيه في الخلطه شويه وتركنيه في التلاجة، هتبتدي تنزلي بالخلطه كده بالكرنبيط في الخلطه زي ما انا بعمل كده كله، وهنخلطه كده كويس ونسيبه بقى في التلاجة بقى نص ساعه او ساعه زي طبعا ما بتحبي. اهم حاجه الكرنبيط هيتقدم ساخن، ما ينفعش نحمر الكرنبيط وبعد كده ناكله، بيكون يعني التحمير على السفرة على طول علشان يكون طعمه طبعا حلو ويكون لذيذ معانا. عايزه بقى تنزلي في الخلطه كده وتسيبيه زي ما قلت لك ماشي، عايزين نشتغل فيه على طول برضو ماشي. الطريقتين عندك ودي طبعا في ايديك. هخلص بقى كده كل الكميه، هنزل في الخليط بتاعي واخلط واسيبها كويس كده تختلط. انا سبته نص ساعه، وبعد كده رجعت بقى على البوتاجاز علشان نحمره ونقدمه مع بعض ونشوف قد ايه هو مقرمش وجميل
ولذيذ، وهيكون يعني كنتاكي، اللي هيشوفه هيفكرك عامله فراخ كنتاكي تحفه جدا. هنا بقى الصينيه التانية او البوله اللي احنا حطينا فيها نفس المكونات اللي احنا حطيناها في البوله الاولانيه. هبتدي انزل بقى بالكرنبيط كده في الخلطه. وعايزه اقول لكم كمان النشا اللي احنا بنضيفه في الخلطه ده مهم جدا، لان ده اللي بيساعد على القرمشه بتاعه الكرنبيط، يعني هنظبطه كده علشان تدينا قرمشه حلوه قوي. هبتدي بقى انزل كده بالكرنبيط في الخلطه زي ما احنا شايفين، ببتدي بصوابعي كده ابتدي اخلطه في الدقيق والنشا، وننفضه كويس جدا، وننزل على الزيت يكون ساخن قوي. نخلص بقى كل الكمية كده بنفس الطريقة، ننفض كويس وننزل في الزيت يكون غزير شوية وساخن جدا. هنبتدي بقى نخلص كل اللي معايا بنفس الطريقة كده، وهنشوف دلوقتي قد ايه لونه حلو جدا مقرمش وطعمه لذيذ، ولا ضفنا عليه بيض ولا اي حاجة، وهو بس يدوبك شوية مية على الخلطة، ولا لبن ولا اي حاجة تانية. نبتدي بقى نقلب فيه كده. اول ما ياخد اللون من الناحيه اللي تحت هنبتدي نقلبه على الناحيه التانية على نار عاليه، ما نهديش النار خالص علشان يكون مقرمش معانا، لو هدينا النار هيطرى معانا. النار عاليه. وتعالوا بقى نشوف اللون بتاعه التحفه جدا، ما شربش زيت معانا خالص، مقرمش جدا، لونه حلو زي ما احنا شايفين مع بعض. وكمان هسمعكم صوت القرمشه. خلصنا بقى كل الكمية كده زي ما انتوا شايفين، وهنزل ببقية الكمية اللي عندي بنفس الطريقة في الدقيق والنشا والخلطة اللي احنا عملناها، ونخلص كله. وتعالوا نشوف بقى النتيجة النهائية بتاعة الكرنبيط بتاعنا ايه. لو الفيديو عجبكم يا ريت تحطوا له لايك، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. لو اول مره تشوفوا القناه يا ريت تفعلوا الجرس، اعملوا سبسكرايب للقناه، شيروا الفيديوهات مع كل اصحابكم وحبايبكم علشان نساعد القناه توصل للناس كتيره جدا. خلصنا كده الكميه بتاعتنا. تعالوا بقى نسمع صوت القرمشه مع بعض. وزي ما سمعنا كده مع بعض قد ايه هو مقرمش وجميل ولونه حلو جدا، وشكله كمان يفتح النفس كده. اولادك زي ما قلتلك مش هيعرفوا انتي حاطه لهم ايه على السفره. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، يا ريت لو عجبكم تحطوا له لايك، واتمنى تجربوا الوصفه دي وتقولوا لي رايكم فيها ايه. واستنوني فيديو جديد، هتوحشوني جدا. باي باي.